أهلاً بالجميع. اليوم بنتكلم عن شعور كلنا نعرفه كويس، شعور قوي ومألوف جداً، الحنين. رح نحاول نفهم ليش ذكرى شخص معين ممكن تهز كياننا، والأهم من كده وش يكشف لنا هذا الشعور عن أنفسنا. طيب، خلونا نبدأ بموقف وأنا متأكد إن كتير مروا فيه. هذيك اللحظة اللي مر فيها اسم معين في البال وفجأة القلب يضطرب. بس هون بالضبط يكمن السؤال الأهم اللي رح نستكشفه. كل واحد فينا عنده الشخص يلي ترك بصمة ما تنمحى، شخص نرجع له بذاكرتنا بين فترة وفترة، لأنه ببساطة ما يشبه أي أحد ثاني مر في حياتنا. يعني مجرد ما ينذكر اسمه أو حتى نسمعه بالصدفة كفيل إنه يرجع شريط كامل من الذكريات والمشاعر، وهو رد فعل لا إرادي وقوي بشكل غريب. وهنا نوصل لصلب الموضوع كله. هل الشوق اللي نحس فيه هو للشخص نفسه؟ ولا في الحقيقة إحنا نشتاق للنسخة اللي كنا عليها من أنفسنا لما كان هالشخص جزء من حياتنا؟ هذا هو السؤال اللي ممكن يغير نظرتنا لكل شيء. طيب، خلونا نتعمق أكثر في هالفكرة. التحول هون أساسي جداً، وهو إننا ننتقل من التركيز على الشخص الآخر إلى التركيز على أنفسنا. وغالباً بنكتشف إن ما نتعلق بالأشخاص كتر ما نتعلق بالمشاعر اللي أيقظوها فينا. الذاكرة ما تخزن بس وجه أو صوت، لا، هي تخزن الحالة الشعورية اللي عشناها وقتها. الذكرى مربوطة بإحساسنا الداخلي في هديك اللحظة، وهذا بالضبط اللي يخليها قوية لهالدرجة. وأحد أعمق هذه المشاعر هو الإحساس إن في أحد كان يشوفنا على حقيقتنا، إننا نكون مفهومين بدون ما نحتاج نشرح كثير، وهذا شعور نادر وثمين جداً. وبعدها يجي شعور ثاني ما يقل أهمية أبداً، إن أحد يسمعنا بتركيز واهتمام حقيقي، مو بس يسمع الكلمات، لا، يفهم اللي وراها. وأخيراً، شعور الثقة المطلقة، إن في أحد يصدقنا ويؤمن فينا وفي قدراتنا. هذه المشاعر الثلاثة لما تجتمع تخلق رابط نفسي قوي جداً وصعب نسيانه. طيب، السؤال هو، ليش هيدي الذكريات بالذات تضل قوية ومؤثرة لهالدرجة؟ الجواب موجود في طريقة عمل دماغنا. في شيء اسمه الذاكرة العاطفية. ببساطة دماغنا مصمم إنه يربط المشاعر القوية بالذكريات. كل ما كان الإحساس أقوى، كل ما كانت الذكرى أعمق وأكثر رسوخاً. وهذا يفسر ليش نتذكر لحظات معينة بتفاصيل دقيقة بينما ننسى أيام كاملة. وهذا يوضح تماماً ليش التجارب الأولى لها مكانة خاصة. أول حب، أول صداقة حقيقية، أول مرة نحس فيها أننا مفهومون. هذه المشاعر تكون نقية وقوية، فالدماغ يسجلها بعمق شديد. وهنا نوصل للنقطة المحورية في كل القصة. إذا كان الحنين قوي لهالدرجة، ليش ما تكون العودة للماضي هي الحل؟ الجواب يكمن في فهمنا مين إحنا اليوم. شوفوا هالمقارنة. الذات اللي عاشت هذيك التجربة كانت في مرحلة مختلفة تماماً، كانت تشوف الدنيا بمشاعر نقية وأولية. أما الذات اليوم مرت بتجارب كتير، نمت، تغيرت، وصار عندها فهم أعمق بكتير للحياة. يعني الخلاصة أو النقطة الحاسمة هنا هي إنه الشوق مو للشخص نفسه كتر ما هو شوق لهديك النسخة القديمة من أنفسنا. نشتاق للبساطة، للبراءة، وللشخص اللي كنا عليه في هديك المرحلة من حياتنا. لما ندرك هالحقيقة، الموضوع ما يكون مؤلم بالضرورة، بالعكس هو أول خطوة للشفاء الحقيقي، لأنه يحررنا من وهم أننا لازم نرجع للماضي ويفتح لنا طريقاً عشان نتقدم. العملية تتلخص في 3 خطوات واضحة. أولاً، لازم نسأل أنفسنا السؤال الصح. ثانياً، نعترف بأننا إحنا والشخص الثاني تغيرنا، ما عدنا نفس الأشخاص. والأهم، ثالثاً، نتقبل إنه هديك المرحلة من حياتنا انتهت وصفحتها انطوت. وهذه هي الفكرة الأخيرة اللي نختم فيها. الشفاء ما يتطلب إن نمحي الذكريات، بل إننا نعيد فهمها. هو ببساطة تقبل إننا عشنا تجربة جميلة شكلت جزء منا، لكنها انتهت عشان تفسح المجال لنسخة جديدة وأنضج من أنفسنا. فربما الشيء اللي كنا نشتاق له فعلاً كان أنفسنا.